السلام عليكم. اليوم غادي نهضروا على إمكانية رجوع حمد الله المنتخب المغربي ليلعب في كأس العالم. واش فعلا عبد الرزاق حمد الله يقدر يرجع يلبس التوني ديال المنتخب ديال الأسود ويكون الورقة الرابحة ديال محمد وهبي؟ خليكم معايا حيت الموضوع سخون وفيه بزاف ديال التفاصيل اللي ممكن تغير بزاف ديال الحوايج. من بعد التتويج ديال المغرب في كأس العرب، بزاف ديال الجماهير المغربيه بدات كتسول علاش حمد الله ما بقاش حاضر مع المنتخب المغربي. واش المشكل كاين تقني ولا شخصي ولا كاينه شي حاجه اخرى في الكواليس ما كنعرفوهاش؟ حمد الله رجع كيعطي اشارات قويه. الراجل مازال فيه النفس، مازال فيه الحس التهديفي، وكيبان في كل ماتش انه مهاجم من طراز خاص، مهاجم يعيش على تسجيل الاهداف، ومهاجم يقدر يحسم ماتش فرصه واحده. المباراة الأخيرة ديالو كانت رسالة واضحة: أنا باقي هنا وأنا واجد. وهنا كنطرح السؤال الكبير: واش وهبي غادي يسمع لهذه الرسالة ولا غادي يبقى مع نفس الاختيارات؟ حيت إلا شفنا الوضع الحالي غادي نلقاو أن خط الهجوم فيه علامة استفهام كبيرة. الكعبي رغم الإمكانيات ديالو ولكن ما قدرش يقنع بشكل كامل في آخر معسكر، لا قدام الإكوادور ولا قدام الباراغواي. ما شفناش داك التأثير اللي كنا كنتسناو. بالنسبة للزبيري الفرص قليلة، وهاد اليامات باقي قاعد في بنك البدلاء، وهذا الشيء ما كيعاونوش باش يرجع يبان من جديد. بالنسبة للنصيري الإصابات دايرة في حالة والمستوى ديالو طالع هابط. في هذا الوضع واش ما خاصش يكون عندنا حل آخر؟ واش ما خاصناش مهاجم مجرب عنده الخبرة وعنده شخصية قوية؟ وهنا كيرجع اسم واحد بقوة اللي هو عبد الرزاق حمد الله. إلا رجعنا شوية اللور غادي نلقاو بأن عبد الرزاق حمد الله كان عنصر حاسم وكان سبب مباشر في التتويج، وورى بأنه لاعب عنده شخصية كبيرة في المواعيد الكبرى. حمد الله ماشي غير مهاجم، حمد الله هو عقلية ديال القاتل داخل منطقة الجزاء. واش عارف شنو الفرق بين مهاجم عادي ومهاجم كبير؟ المهاجم الكبير ما كيحتاجش 10 الفرص باش يسجل، فرصة واحدة وكيحطها في الشباك. وهذا بالضبط اللي خاص المنتخب المغربي في المونديال، حيت في المونديال الماتشات صعاب والفرص قليلة والتفاصيل هي اللي كتحدد شكون غادي يربح. ولكن رغم هذا الشيء كامل خاصنا نكونوا واقعيين. رجوع حمد الله ماشي سهل، كاين تاريخ، كاين المشاكل السابقة، وكاين اختيارات المدرب اللي ممكن تكون محسومة. ووهبي عنده الفلسفة ديالو وكيبني فريق على الانسجام قبل الأسماء. السؤال الحقيقي هو: واش حمد الله يقدر يدخل في هذه المنظومة بلا ما يخل بهذا التوازن، ولا وجوده غادي يكون إضافة قوية؟ شخصيا أنا كنشوف أن حظوظه قليلة ولكن ماشي مستحيلة، حيت في الكرة أي حاجة ممكنة، وخاصة إذا كان اللاعب كيعطي إشارات قوية بحال حمد الله. الأسابيع الجاية غادي تكون حاسمة، وغادي نعرفوا واش غادي نشوفوا اسم حمد الله في اللائحة ولا غادي يبقى مجرد حلم ديال الجماهير. في النهاية القرار في يد وهبي، ولكن الضغط ديال الجمهور كيتزاد والنقاش كيبقى تيسخن. ودابا الدور ديالكم: واش نتوما مع رجوع حمد الله للاعب للمنتخب ولا كتشوفوا خصنا نعيطوا على اسماء اخرى مجربه؟ كتبوا لي الراي تاعكم في التعليقات، وما تنساوش ديروا لايك لهذا الفيديو، ونتلاقاو في فيديو اخر، والى اللقاء.